أحيانًا الحياة بتكون صعبة وبتخلّينا نحس بالإحباط أو الزعل، بس في حاجة ممكن تغيّر كل ده من حواليك وحتى جواك ودي هي التفاؤل. حلقتنا النهارده عن التفاؤل، إيه هو وليه مهم وإزاي نطبّقه وأثره علينا وعلى اللي حوالينا. التفاؤل هو إنك تشوف جانب حلو من كل حاجة بتحصل معاك، تكون مآمن دايمًا إن الخير كده موجود حتى لو في لحظات تعب. يعني بدل ما تركز على المشاكل تحاول تشوف حلول وفرص، تكون بتفكر بطريقه ايجابيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين إيه يا شباب واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال. على بركه الله هنبدا حلقه النهارده. معاكم عبد الله مصطفى، اربط الحزام، الرحله ابتدت. طيب هو ليه التفاؤل مهم؟ أول حاجة بيخفف الضغوط النفسية، لما بتكون متفائل وبتشوف الجزء أو النص الحلو في كل حاجة ده بيريح نفسيتك وبيقلل التوتر والقلق. الحاجة التانية بيخلي حياتك أسهل، هتلاقي دايما الناس المتفائلة هي أكتر ناس بتنجح في علاقتها وفي شغلها وفي حياتها اليومية. الحاجة التالتة هتلاقيه دايما بيديك طاقة وحافز إنك تعمل أكتر وأكتر. التفاؤل دايما بيخليك تتحرك بدل ما تستسلم للمشاكل. الحاجة الرابعة بيعكس صورتك قدام الناس. التفاؤل معدي وهتلاقي دايما اللي حواليك بيستفيد من طاقتك الايجابيه. طيب ازاي تكون متفائل؟ اول حاجه حاول تغير نظرتك للامور، حاول دايما تبص على الحلول بدل ما تركز على المشاكل. الحاجه الثانيه حاول تحيط نفسك بالناس الايجابيه، الناس اللي بتزقك وتدعمك، ما تقعدش مع ناس تحبطك. الحاجه الثالثه الامتنان، ممكن يكون عندك حاجات كتيره مش واخد بالك منها، حاول تركز معاها هتعرف ان انت في نعم كتير جدا. امتن لربنا بالشكر على النعم دي. الحاجه الرابعه اتعلم من الفشل، كل تجربه صعبه وحاجه سيئه هتمر بيها هتاخد منها حاجه تعلمك وهتاخد منها درس. الحاجه الخامسه خلي جواك دايما امل، مهما كانت الظروف صعبه الخير في ايدينا وكده ممكن يحصل. طيب اتكلمنا دلوقتي عن التفاؤل وليه مهم وازاي نحاول نخليه موجود في حياتنا. تعالوا دلوقتي نتكلم بمواقف نفهم ونعرف بيها التفاؤل بشكل اكبر. اول موقف، شخص ممكن يكون خسر شغله بس استغل الفرصه وتعلم مهاره جديده ولقى فرصه في مكان افضل واحسن. الموقف الثاني، واحد تعب جدا في مشروع ما استسلمش للخساره اللي وقع فيها، بالعكس صبر وتفائل ووصل ان هو نجح المشروع اللي خسر. الموقف الثالث، واحد هتلاقيه دايما بيساعد الناس اللي حواليه حتى لو كانت حياته مليانه بالمشاكل، هتلاقيه دايما بيشوف الخير في كل حاجه. طيب عامه التفاؤل مش بس شعور، التفاؤل اسلوب حياه. الشخص المتفائل هتلاقيه دايما بيواجه اي صعوبات بتعدي في حياته وبيحقق دايما احلامه وبيخلي دايما اللي حواليه مبسوطين ومستفيدين دايما من طاقته الايجابيه. صدقني الحياه اقصر من انك تضيعها بالتشاؤم، خليك دايما متفائل وافتكر ان كل يوم جديد فيه فرصه جديده. حط جواك ان دايما بعد كل صعوبه اكيد هتشوف خير، لان الخير كده موجود واكيد هيحصل حتى لو كانت الظروف صعبه. التفاؤل ده اللي بيخلي الانسان مستمر وروحه دايما تكون مرتاحه. فك الحزام، الرحله لسه مكمله. خلصنا حلقه النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد عننا. سلام.